السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىو تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت لكم فيديو جديد. عندنا خبز التورتيلا او التاكوس، كيجي رائع، جربوه وردوا عليا الخبر، وما تنسوش تبارطاجيو وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو مقادير الوصفه. عندنا هنايا 6 الكيسان د العنبه ديال الدقيق فورس. انا درت المزيان اللي خاص بالحلويات. عندنا معلقه صغيره ديال الملحه، معلقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات، وعندنا معلقة صغيرة ديال السنيدة أو السكر حبيبات، وعندنا الماء دافي باش نعجنو. سمحوا لي الصوت عندي عيان اليوم شوية. غنبداو نعجنو. هاد العجينة خاصها تجي قاصحة، خاصها تجي رطبة. غنضيفو هاد المقادير ونبداو نضيفو الماء ونعجنو. هادي خاصها تدلك مزيان بحال اللي كدلكو الخبز، بحال اللي كدلكو الرغايف. هادي خاصها تجي شادة شوية، ماشي بحال الرغيف، غتجي شادة شوية على الرغيف، تجي شوية شوية قاصحة العجينة ديالها. هانتوما من بعد غتعرفوا علاش هاد العجينه كتجي من داك الشي رفيع وسهله، غتجيكم سهله باش تصاوبوها. سمحوا لي على الصوت، والله توحبح لي الصوت ديالي. هانتوما كنعجنوها، كندخلو فيها داك الماء اللي درنا، تنشوفوا واش غيكفينا ولا لا، عاد نضيفو. انا ضفت واحد شويه د الماء، ولكن زدت شويه اكثر من داكشي اللي كان خاصني نزيد. جاتني العجينه شويه رطبه. وانتم ملي غديروا غير داك الكاس كافي، بلا ما تزيدوا داك الشويه اللي زدت انا. جاتني رطبه عذباتني. هانتوما خصكم تدلكوها مزيان. رزربت الكاميرا باش ما نطولش عليكم الفيديو. كنديروها في ميكا خمرات، ودابا غنحطوها باش نقرصوها. نقطعوها باش نلويوها، نتوما عارفين الطريقه. نديروها كبيرات صغيورين على حسب المقله اللي غطيبوا فيها. المقله ديال اللي كنطيبوا فيها الرغيف على حسب الا كانت صغيره عندكم ولا كبيره. انا عندي كبيره شويه، درتهم كبارين. وانتوما على حسب المقله اللي عندكم. وهي اصلا الطاكوس خصها تجي شويه كبيره باش كتجيكم سهله في التلويه ديالها. باش تبغيو تعمروا طاكوس خصها تجي تكون الورقه كبيره شويه باش كي تجي طاكوس ديالكم عامر مزيان ومسدوده مزيان. اسمحوا لي اليوم سمحت عيانه شويه، كنهضر غير بشويه، سمحوا لي على الصوت. انا زربت الكاميرا شوفوا باش انتما كتشوفوا كل شيء. دابا فاش خليته غطيته بالميكا ترتاح شويه، وعاد دابا غنقرص. بحال هكا كديروهم رقاقين، كديروهم رقاق وكتحطوا وحده فوق وحده، ولكن ضروري كديروا واحد الزليفه فيها شويه ديال النشا والطحين باش كتفرقوا بينات وحده والاخرى والثانيه. فهمتوني؟ هانتوما غتحطوا هذيك تما، تحطوها فوق داك الزيف، ومن بعد فاش كتقرصوا الاخرى كديروا ليها هذيك الزلافه فيها النشا وفيها الطحين. ضروري هاد القضيه هادي. كثروا شويه ديال النشا والطحين، من بعد تبقاو تمسحوها بالزيف فاش تبغيو طيبوهم. مسحوا داك النشا والطحين بالزيف وصافي. الا ما كثرتوش ليهم النشا والطحين هنايا غادي يلصقوا لكم. بحال هكايا كتحطوا وحده فوق وحده وكتكملوا حتى كتساليو كلشي، عاد تبداو طيبوا عاود انتما غتشوفوا كلشي على عينيكم، كلشي غتشوفوه في هاد شارحه مزيان هاد الفيديو هذا. هانتوما كذا سخنت ديك المقله ديال فراح المقله ديال المسمن ولا ديال الرغايف كنقولوا.
أنا كنخليها طيب ولكن العافية تكون متوسطة، ما تكونش مجهدة باش ما يتحرقوش ليكم، تكون غير متوسطة، وكيتنفخو كيجيو فنين هادو، هادو غتجربوهم غيوليو معتمدين عندكم، غيجيو زوينين، عرفتي كيجيو خفافين وكيجيو كيتنفخو من داك الشرفة، هانتوما غتشوفو، حيت المقلة ما سخوناش بزاف، اللولة دايما كتعطل واحد شوية. ما تنساوش البنات شجعوني، شجعوني ديروا لايكات وديروا كتبوا في الكومونتير وبارطاجيوه مع الأحباب والصحاب والمعارف ديالكم باش تطلع شوية القناة، باش حتى أنا نعطي اللي عندي، نعطي أكتر من ندير أكتر من جهدي، والله اليوم عيانة واخا هكاك قلت أنا وعدتكم غنكمل، ميمكنش نحبس، هانتوما كندير وحدة فوق وحدة بحال اللي كنطيبو التريد، غير هاد الطريقة كنقرصو كل وحدة بوحدها، هانتوما كيجيو مفرقين شفتو ما كيتلاصقوش، بديك النشا اللي كنديرو الطحين ما كنخليهمش يتلاصقوا هنايا، باش منين تبغيو فاش يطيبوا وتساليو ما يكونوش ملاصقين وحدة مع وحدة غيتعذبوا فيه، إلا بغيتو تحلوهم ما يبغوش يتحلوا ليكم. شكون البنات منكم اللي صاوب بالحراشات ديال الزرع تقولها ليا في الكومونتير، عرفتي جاو فنين والله الا وليداتي عجبوهم تخطفوا عليهم مولفه كتعجبهم ديال السميده اكثر من ديال القمح، ولكن اللي درت اللي صاوبت لكم كيجيو فنين ديك الطريقه، والله جربوهم وتا داك الكونفيتور جا من داك الشرفيع، راه دوقت واحد الاخت عجبها قالت لي ما شاء الله تبارك الله عليك، والله كيجي زوين راه شفتوني درتو في الحرشة ودرتو في الشهدة، كيجي رائع، هانتوما داك الزيت اللي هازة الزيت وكنمسح به ديك يكون زيت نقي، زيت نقي وتمسحوا به يكون ناشف وتمسحوا به ديك الطحين اللي كيكون فوق هاد التورتيلا، كيجيو رائعين شوفوا شحال كيتنفخوا، شوفوا شحال تنفخات، هانتوما كيتنفخوا كيجيو طايبين من داك الشرفة شوف شحال تنفخوا، راه ولاو مبطبطين مبطبطين. والله إلا غير جربوهم اللي بغات دير تاكوس، دابا درت لكم العجينة ديال التاكوس مرة أخرى حيت هاد الشي كيشد اليد، مرة أخرى نحط لكم الفيديو ديال التاكوس وباش كنعمرو ونوري لكم لاصوص ديالو كنديرهم أنا كنصاوبهم غير في الدار، المهم راه جاي الجديد جاي غير شجعوني وغادي نحط لكم الجديد دايما وداك الشي فيه مصداقية، راه ماشي غير كنحط لكم شي حاجة اللي غتخسر ليكم ولا شي حاجة اللي ما كتصدقش لا، يلا بارطاجيو الأخوات بارطاجيو، هانتوما كنمسح هذاك الطحين اللي كيكون فوق يكون زيت ناشف يكون نقي ناشف، كتمسحو به داك الطحين باش ما كيبقاش باين في العجينة ديال الطاكوس، هانتوما كنديرو وحدة فوق وحدة كنبقاو نقلبو عاد كنديرو الأخرى اللي يلاه قرصنا حتى كنساليو حتى للآخر بحال اللي فاش كنطيبو بحال اللي كنطيبو التريد، نفس الطريقة كنبقاو نديرو وحدة فاش كطيب كنقلبوها كنديرو الأخرى اللي يلاه قرصنا وكنبقاو حتى كنساليو. مازال التريد راه كنحيدو النص وعاد كنبداو نديرو من جديد، هادي لا باش كيبقاو اللي لداخل كيبقاو رطبين، هادو العجينة ديال الطاكوس باش الآخرين اللي كيطيبوا لداخل كيبقاو رطبين، فهمتوني؟ واللي ما شافش العجينة ديال التريد ما عرفش شنو هو التريد راه درتو في القناة ديالي، رجعوا ليه باش تعرفوا كيفاش كيدار وباش تفهموا نفس الطريقة وديروها في هادي، غير تقرص مختلف، هادي كنقرصو وحدة بوحدة وكنديرو ليها الطحين، الأخرى لا، الأخرى ديال التريد كنديرو الزيت والطحين، هانتوما العافية كتكون متوسطة ضروري راه كنقولها وكنأكد، المهم نبقاو نطيبو حتى كنساليو كلشي، ها هما شوفوا كيفاش كيجيو كيبقاو رطبين، دابا كون حيدت وحدة بوحدة كون راه قصحوا ليا.
شوفوا جو من داك الشي رفيع. وصلنا لنهاية الفيديو، إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.